طيب كويس. العربيه بتفتح او الكبوت بتاع العربيه بيفتح هيدروليك مش عصايه وتسند بقى والكلام ده كله. معلش قبل ما اتكلم عن الموتور بس ايه يعني لفت نظري الشبكه المميزه بتاعت عربيات جيب. بص عد كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 7 فتحات اللي هم مشهوره بيها الشبكه بتاعت عربيات جيب. بصراحه بتعجبني يعني. طيب ما علينا. نبص كده على تصفيح اسفل الموتور. طبعا في تصفيح اسفل الموتور. دي عربيه اوف رود يعني هتمشي في حتت رمله وصخر وتلج وحاجات زي كده، فيعني كويس ان هو عمل لي تصفيح اسفل الموتور عشان برضه يحمي الموتور. وهنا طبعا في البطانه بتاعه العزل اللي جايه بتمنع عازل للصوت والحراره. وعلى فكره برضه تحس لما تيجي تضغط عليها تحس انها فومي شويه كده. تعالوا بقى نتكلم على موتور العربيه الجيب جراند شيروكي موديل 2025. موتور العربيه دي بينزل 3600 سي سي 6 سلندر 24 صباب 290 حصان بيتحققوا عند 6400 لفه في الدقيقه 348 نيوتن بيتحققوا عند 4000 لفه في الدقيقه. ونقل الحركه اللي بيجي في العربيه هنا بيجي نقل حركه 8 سرعات نقل حركه اوتوماتيكي عادي. بتيجي العربيه دفع رباعي. سعه خزان الوقود في العربيه بتيجي 87 لتر ومعدل استهلاك الوقود 11.2 لتر لكل 100 كيلو. والعربيه بتيجي بتعليق امامي ماكفرسون والتعليق الخلفي مالتي لينك وبتيجي ب8 ايرباج. تعالوا بقى نتكلم على وسائل الامان اللي موجوده في العربيه. فالحقيقه العربيه بتيجي بوسائل امان محترمه طبعا جدا. اي بي اس والاي بي دي والاي اس بي. فيها كمان البريك اسيست والتي سي اس يعني فيها شويه حاجات كتير. غير بقى كمان اللي فيها هيل ستارت اسيست هيل ديسندنج اسيست. فيها كمان فرامل اليد الكهربائيه. فيها كشف النقط العاميه واللاين لين اسيست. وفيها كمان مراقبه ضغط الاطارات. ده غير بقى كمان ان فيها حساسات راكن اماميه وحساسات راكن خلفيه وكاميرا محيطيه 360 درجه. بصوا ده شكل الريموت بتاع العربيه اهو. من الحاجات برضو اللطيفه هنا في العربيه ان انت تقدر تدور المحرك عن بعد. يعني انت وانت بره العربيه معاك الريموت بتاع العربيه تدوس على الزرار بتاع التدوير بتاع المحرك العربيه هتدور معاك. تعالوا نجربها مع بعض كده. سامعينها؟ يا رب تكون مسموعه. خلاص دورنا على العربيه. عايز لقيت نفسك مش عايزها خلاص عايز تقفلها هتدوس على الزرار بس دوسه واحده خلاص قفلت العربيه.